غياب الفلسفة في مجتمعاتنا ليس مجرد نقص معرفي، بل هو خيانة مزدوجة، خيانة للذات التي لم تمنح حقها في أن تفكر خارج القطيع، وخيانة للزمان الذي يعاد إنتاجه دون نقد، دون مساءلة ودون وعي. في الساحة العربية الفلسفة تستبدل بالخطب، الخطب العقيمة التي لا معنى لها، ويتم قمعها بالفتاوي التي تكفرها، ويتم السخرية منها بواسطة النكت. وفي المدارس يتم تدريس الفلسفة كحشو، وفي الجامعات يتم تفريغها من معناها. أما المجتمع فيعاملها كخطر، خطر محدق، بواسطة أنه يكفرها. أنا لا أقول أن الفلسفة غير موجودة، بل هي مغيبة عمدا، لأنها تربك وتقلق وتفكك، ولأنها تجبر الإنسان أن يرى نفسه خارج القطيع، وهذا ما لا يحتمله المجتمع الذي يقدس الانتماء أكثر من الحقيقة. علينا أن نقرر أن الفلسفة ليست مهنة، وليست مادة دراسية، وليست طرفا نخبويا. الفلسفة هي نجاة من الزيف، ومن تفاهة القطيع، ومن التكرار، ومن الخوف.